السلام عليكم. وعليكم السلام. لا بغيت نسقسيك على حساب المنتخب، كي جاك المنتخب بعدا؟ اش نقول لك؟ اولا السلام عليكم والتحيه لجميع المتتبعين، وتحيه لجميع الجاليه المغربيه في كل مكان، اللي هي اللي كتحرك المنتخب يا اخويا جعفر. اولا تحيه لها الجمهور الكبير، انت ولا هذا الجمهور هذا اللي ما كيبقاش متشجع، وفين ما ارتاح له المنتخب الوطني، فين ما مشى هما تابعينه. فهمت؟ المقابله اش نقول لك انا، هي اصلا كانت قويه، فهمت ولا؟ هي مقابله العبور، فهمت ولا؟ كانت صعيبه شويه، صعيبه، والهدف المبكر ضيع الاوراق الخصم ديالنا. ولكن حنا كان عندنا الثقه بالاسود، وشفتي كيفاش دافعوا وكيفاش خلاو الدم تماك وقطعوا قطعوا. يعني كانوا في المستوى الصراحه، اللعابه ديالنا كانوا في المستوى، ونتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله. ولكن ما يهمنا هنا هما هذوك صحاب الهوك اللي فيهم البيضاء. حنا خدامين ان شاء الله، غادي نتاهلوا غادي نتاهلوا للدور الربع، ونطلعوا ان شاء الله. ولكن العزاء في الشيراتون. حنا شنو نقول لك، حنا كنقهروا الخصوم وكنأديو في الميدان وكنلعبوا وزعما الصراحه حنا المنتخب ديالنا غني على التدرب. المنتخب ديالنا يسمى بالمنتخب الاقوياء، فهمتي ولا؟ ما بقاش المنتخب ديالنا ما خصوش يلعب مع جيبوتي ولا مع الصومال ولا مع الكاميرون ولا السنغال، فهمتي ولا؟ انا دابا المنتخب ديالنا منتخب قوي، منتخب عالمي دابا. كي كان المنتخب من لعب دابا مع هذه المباراه، كي جاتك المنتخب تبدل مع وهبي، تبدل بزاف، فهمتي ولا؟ صراحه تبدل. واش في نظرك زعما يقدر يدي الكاس؟ علاش لا؟ وانا كيبان لي على حساب هذه المباراه اللي دار ما يقدرش. مقابله اخويا جعفر صعيبه بزاف. لا ماشي قضيه صعيبه. الفريق الدور الاول هو ماشي الفريق الدور تاع اي فريق، هذا ولا راه هو الهدف ديالنا دابا هو التاهل للدور الثاني، فهمتي ولا؟ راه خطره ملي يطلعوا الاخر كيتقلبوا الاوراق اخويا جعفر، لان الدور ملي كيطلعوا كيتاهلوا المجموعه كتكون مباراه البراج، فهمتي ولا؟ الكل في الكل، فهمتي؟ اما دابا راه بحال البراج المقابله نقول له تكتيكيه تقنيه، خصهم يتاهلوا. اختي تماك الله بارك الله يحمي والديك. زيد السي جعفر تكلم. بغيت نقول لك على حساب سميتو اللعب اللي داروا مع سميتو مع هذه المباراه، كتشوف زعما لعابه واش ناقصين ولا المهم في الشوط الثاني؟ شوف هذا الضغط، انا كيكون الضغط اخويا جعفر دابا هذيك لعبه المقابله التكتيكيه، فهمت ولا؟ المقابله المدرب صورها تكتيكيه، فهمتي ولا؟ لان المباراه تحسب التكتيكيه، لان باش يقدر المدرب كانت عنده شي افكار اخرى حنا ما نعرفوهاش اخويا جعفر، ما يمكنناش نعرفوها. المقابله الصراحه الشوط اللي فارق واش نقول، هذه هي الكره اخويا، حتى الاخر باغيين يتاهلوا، فهمت ولا؟ وشنو بان لك في المباراه الجايه ان شاء الله؟ الجايه ان شاء الله غادي يكون حاصل محصول، فهمت ولا؟ لانه نتاهل راه حنا واحد نسبه كبيره ديالنا، وان شاء الله غادي نحسموا النتيجه، هاي تكون في الصالح ديالنا ان شاء الله، فهمت ولا؟ هادشي اللي كنتبغوا ان شاء الله، ما يكون غير خير ان شاء الله السي جعفر، فهمت ولا؟ غادي يكون خير ان شاء الله. المنتخب الدور الثاني غادي يتبدل، غادي تشوف لان اللعب الدور الاول ماشي هو الدور الثاني اخويا جعفر، فهمت ولا؟ ملي كيقول لك ملي يتاهل الدور الاول يكون راي اخر عاود، فهمت ولا؟ يكون اخرى وتشكيله لعابه اخرين، يكون بزاف الاخر، فهمت ولا؟ وبغيت نقول لك كي جاك المهم الشوط الاول مع الشوط الثاني؟ لكل فريق شوط، فهمت ولا؟ الحمد لله. انا شنو نقول لك، حتى الاخر عندهم اللياقه البدنيه والكره جلسك عياوهم. ولكن مزيان تعرف المقابله كتزيد في الحسابات وكتزيد في التجربه، اللعابه دراري صغار، فهمت ولا؟ دراري صغار، فهمت ولا؟ يكون خير ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو. ايوا هادشي اللي كان خير.
تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. تحيه.